بيقول لك من فاتته صلاة الفجر فليصليها في غرفة أخرى غير الغرفة التي نام فيها، رواه الإمام حزلقوم. يا اخوانا بطلوا فتي وخبط في الدين، الله يبارك لكم. مش كل واحد عجبه كلمتين او له كلمتين في اي حته يجي يخبطهم ويقول للناس اعملوا الكلام ده وانشر. انشر ايه يابا؟ الكلام ده يقول واحد في بير السلم وهو بيلف سيجاره. ايه ده؟ ايه الخرف ده؟ انما الصحيح ان اللي يفوته صلاه يصليها عادي في اي حته، مفيش مشكله خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي. شوف الكلام السهل البسيط، اي حته تصلي فيها يابا مش مشكله، الاوضه دي ولا الاوضه اللي جنبها ولا في الصاله ولا في الريسبشن، المهم ان انت تصلي. ولو فاتتك وانت نايم عادي برضه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه، راحت عليك نومه او نسيها، واقفه في المطبخ مشغوله فما سمعتيش الاذان، هوب ايه ده صلاه العصر اذنت وما صليتش الظهر، ما خدتيش بالك ابدا وما سمعتيش صوت الاذان والوقت خدك. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. بس كده. شوف الدين بسيط ازاي، ما فيهوش ولا عقد ولا لخبطه ولا عك. مش كل حاجه تقراها على النت تصدقها وتنشرها، لازم تتاكد ان النبي عليه الصلاه والسلام قالها. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. عاوزك تصلي، ايوه تصلي الفجر وتصلي برضو على النبي عليه الصلاه والسلام. ما تنساش بقى في اول تعليق هسيب لكم لينك مهم جدا في غايه الاهميه، خش عليه هتلاقي فيه قران كريم وهتلاقي فيه اذكار صباح واذكار مساء. لو انت مش حافظ اذكار الصباح واذكار المساء قولهم منه، فالاذكار دي بتوقيت باذن الله عز وجل من العين والحسد والامراض والاوبئه والكوارث والمصائب وكل حاجه تاذيك. بالله عليك مش عيب ان انت لسه لحد دلوقتي ما صليتش على النبي عليه الصلاه والسلام؟